تشيك صباح الخير. اخبارك؟ طمنيني عنك. مظلوم دبي شانتوي من اول فيديو. جمعة قصة دبي فيديو طلعي برات الفيديو. جمعة الفلول كمان طلعي برات الفيديو. سمير بكيني طلعي برات الفيديو. طلعوا لك طلعي قعدي برات الفيديو. هذا الفيديو للعالم الفهموني، العالم الحيواني لو شوهد، عرفتي؟ للعالم اللي عنده عقل. شباب، دائما انا عشت بتركيا 13 سنة وعندي معرفة بالأمور الإدارية. دائما الحكومات بيكون في عندها غاية مطلقة اللي هي إرضاء الشعب، بس بنفس الوقت بيكون في عندها التحديات الخارجية وتأثرها بالمستوى الإقليمي والدولي. يعني إذا حرب بتقوم بأوكرانيا، الطحين بينقطع بتركيا. هذا الشيء كلياتنا بنعرفه. واليوم مضيق ترمس اللي هو هرمز، كتير موارد بتعدي من هذا المضيق لحتى تجي على سوريا أو لحتى تروح على أوروبا وبالعكس. بالنسبة للحرب الإيرانية اليوم الدايرة، هي حرب إقليمية وليست بين دولتين. يعني أنت في محور ممونعة متوبزة وفي محور أمريكا. هدول المحورين عم بتقاتلوا. مين وراء إيران؟ روسيا والصين. ومين وراء أمريكا؟ الناتو. فاليوم انتقلت الحرب من سوريا لإيران. كانت الحرب سابقا في سوريا، اليوم انتقلت الحرب لإيران. هل اقتصاديا الحرب على إيران بتأثر علينا أكثر ولا الحرب بسوريا بتأثر علينا أكثر؟ الحرب بسوريا كان في ذريعة لدول العالم أن تقوم بمساعدة الشعب السوري كونه هو تحت وطأة الحرب والنزوح. بعد التحرير، الأمم المتحدة وحتى باقي الدول صارت تقلك نحن بنحصر المعونات بمجال معين. فهمتوا علي شلون؟ الأمر الثاني اللي كتير مهم، أن دول الخليج تضررت في الضربات الغادرة الإيرانية المجوسية، فإنتاج البترول رح يتأثر عالميا. تمام؟ وبنفس الوقت إيران سكرت مضيق هرمز اللي بيطلع منه النفط العراقي والإيراني لدول العالم. فصار في طلب بالصين اللي هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم، صار في طلب زايد للبترول أو نقص بالبترول بالصين. لذلك النفط عالميا اليوم غلي، وخصوصا النفط الأمريكي. وأمريكا كانت غايتها من حرب إيران ليس إسقاط النظام الإيراني، لأنه قلت لكم إنه أمريكا ما راح تضرب إيران، ولحتى هلأ عم بحكي هذا الكلام. أمريكا ما راح تضرب إيران. أمريكا غايتها إنه تعوض الذهب بالبترول، كونه ما في مقابل الدولار الذهب. والكذبة العالمية اللي اخترعتها أمريكا إنه في ذهب مقابل البترول مقابل الدولار، هي الكذبة انكشفت. فاليوم أمريكا عم بتحاول تحط البترول الأمريكي مقابل الدولار لحتى ترفع من قيمة الدولار. هلا أنا ما بفهم بالاقتصاد زيادة، لكن هي وجهة نظري بالنسبة للحرب السياسية والعسكرية اللي عم بتقوم بالمنطقة. هذا اللي بفهم فيه. تمام؟ وهذا بيأثر اقتصاديا. طيب التأثر اقتصاديا ايش صار بتركيا؟ مثلا ارتفعت المحروقات 200%، بأوروبا 50%. في كتير دول ارتفعت فيها المحروقات، سوريا كمان ارتفعت 50%. فإذا جينا مقارنة بين أوروبا وسوريا على ارتفاع المحروقات، مو كتير. طيب عم بتدافع عن الحكومة، عم بتطبل لها؟ لا، بس أنا عم بقول لك بشكل عام دائما الحكومات بين المطرقة والسندان، بين إنه ترقد لحتى تأمن وتقاتل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا خارجيا لحتى تأمن أرخص الأسعار
وأنسب الأسعار لمواطنينا لحتى تكسب رضاهم، وبين طلبات الشعب، لأنه كمان الشعب دائما بيطمح للأفضل وبيطمح للأحسن. فالحكومات دائما وخصوصا الحكومات الديمقراطية المنفتحة بتكون بين المطرقة والسندان، بين إرضاء الشعب وبين الضغوطات الخارجية الاقتصادية. أتمنى تكون الرسالة وصلت.